دون شك أن مدينة مراكش تستعد لاحتضان الدورة 12 تبع المهرجان المراكشية. هذه الدورة بطبيعة الحال لها صبغة فنية جديدة لما ستعرف من تدريب بعض الفرق بطبيعة الحال خصوصا بعض الأحياء بالمدينة العتيقة، والتي دون شك ستتوج يعني باختيار فرقتين على ما أظن أو الفرق المناسبة. وهناك لجنة بطبيعة الحال تم اختيارها عن دقة ولها تجربة في هذا الباب، كما أن المهرجان يتوج بتكريمات واعترافات لبعض رواد هذا الفن. معي السيد المدير العام للمهرجان، اسم المناسب محمد بن مقدم، فاعل جمعوي وبطبيعة الحال ممثل ورئيس جمعية أفوس بابا للفنون. هذه الجمعية اللي خدت على عاتقها تنظيم هذا المهرجان واللي وصلنا فيه الآن للدورة 12 الحمد لله. وهذه الدورة إن شاء الله 12 هي متميزة عن باقي الدورات اللي سبقات، بحيث هذا العام غادي نرجعوا، هذه السنة غادي نرجعوا إن شاء الله لدوري الإحياء. ونظرا لقلة الدعم بطبيعة الحال ارتئينا على أننا نقتصر على 4 أحياء وكذلك على يومين وعلى المدة الزمنية للمهرجان. بالمناسبة بنشكر الجهات المدعمة على رأسهم وزارة الثقافة والمجلس الجماعي، وبتعاون مع جمعية الأطلس كبير في شخص محمد الكنيدي. طبعا دون شك المهرجان كما قلت سالفا جا بعض الصبغة وجا واحد الآلية. شنو الإضافة النوعية اللي غادي تكون في المسار الثقافي اليوم؟ بطبيعة الحال من الأهداف اللي عندنا هو الاعتناء بالموروث الثقافي. هذا الموروث هذا اللي هو فن الدقة المراكشية بطبيعة الحال اللي تتحظى بها هذه المدينة. ونحن كمراكشيون وخاصة أيام بداية من فاتح محرم إلى 9 منه تعيش مدينة مراكش وتعيش أجواء كبيرة جدا بهذه المناسبة. وتنعرف على أنه مدينة مراكش مدينة سياحية بامتياز، خاصة في هذه المرحلة الصيفية اللي تتعرف واحد بطبيعة الحال من الجالية المغربية وبطبيعة الحال الزوار الأجانب والأوروبيين اللي تيزوروا المدينة هذه الأيام. نحن جد طيب خلينا نقبع دائما في السياق سيدي المدير. طبعا المهرجان دون شك كما قلت وصل دورة 12، حتى نقول دورة 12 يعني راه وصل. واش نشوف بأن المهرجان وصل لمرحلة النضج، يعني نقول 12 ودرتوا مهرجانات، ورغم ذلك انه وصل واحد القيمه بطبيعه الحال انه باقي تعانون. انا ما تنحبش نبقى نبكي على سميتو، انا دائما اشتغل تنسد الدنيا وتنشتغل. بطبيعه الحال الاخوان في الجمعيه تديروا اتصالات ديالهم يدفعوا ملفاتهم، ولكن الجهات اللي استجابت راه تنمشيو معها واللي ما استجابت راه تنمشيو معها. كل الأحوال الهدف عندنا هو الاعتناء بهذا الموروث الثقافي والاعتناء بالرواد ديالو اللي حقيقة ما خداوش حقهم. هاد الفنانة وتنبغي نترحم على الرواد اللي ماتوا وكانوا وناضلوا في هذا المجال هذا، منهم المرحوم بابا، المرحوم الحاج عمر الصروف، منهم جلال بيوم، من اسماء كثيره جدا، واخرهم الفنان الشاب اللي وافته المنيه بكورونا عبد الرزاق بن المقدم. طيب أستاذ دائما نبقى معك. المهرجان دون شك يسير في خطة ثابتة. واش ما تفكروش العام الجاي إن شاء الله يعني تفتحوا على بعض على المستوى الخارجي، على بعض الدول العربية، مادام أن هذا المهرجان هو تشكيل التراث ويشكل العمق ويشكل البعد الحضاري؟ بطبيعة الحال أنا عندي هذا الهاجس، لأنه زرت دولة الإمارات العربية وحضرت في واحد المهرجان ديال التراث، والأثر لانتباهي بعض الفرق الفولكلورية في الإمارات. حقيقة تفاجأت لأنه بعض الفرق الإماراتية الاهاجيج ديالها والرقص ديالها والايقاعات ديالها قريبه جدا من الفنون الشعبيه ديالنا. وانا عندي هذه الرغبه ان شاء الله. بطبيعه الحال هناك فرقه روداني، الدقه الرودانيه، علاش لا اللي ما نجيبوهاش؟ عندنا فرق، ولكن ان شاء الله بالمناسبه السنه المقبله ان شاء الله، وقبل ما ننسى انا اعتذر جميع الاحياء اللي ما تمش المناداه على هذه السنه، ولكن
ولكن السنه المقبله نظرا للظروف القاهره الظروف القاهره وماديه ولوجستيكيه الا بغينا نقولوا. وبطبيعه الحال السنه المقبله ان شاء الله غادي نفتحوا على واحد المجموعه ديال الاحياء. هذا المهرجان طبعا يعني اليوم ديالو امام خسر البلدي. علاش بالضبط؟ مع انه كان فضاءات اخرى قبل. لا أخفيكم سرا على أنه الفضاءات اللي كاينة هناك ساحات، هناك ساحة قزادرية، هناك ساحة 16 نوفمبر أمام الحرسي، هناك ساحة جامع الفنا. ولكن هذه السنة نظرا لهذه الظروف اللي تنقولوا سميتو عليه قلنا نقتصروا على هذيك الساحه ديال اباب الحلال القصر البلدي، لانه بطبيعه الحال حتى الناس جاوا المجلس ولا الناس المنظمين بادروا طلبوا المشاركه ديال الاشتراكات ديالهم معنا، وحنا حنا منفتحين على الجميع وبداو تنقبلوا الاقتراحات ديال الجميع. ما كاين باس هذه السنه سميتو عليه، ولكن السنه المقبله ان شاء الله غادي نشوفوا فضاءات اخرى لتنشيط المدينه ككل. هادشي اللي تنقول ان شاء الله انه مهرجان قوي. تنقولوا الدوله 12 راه ماشي ساهل. المهرجان راه وصل لمرحله النضج وعنده واحد الوزن، رغم انه تيبان بسيط. يعني كان الناس تبداو ديروا فيه 4 ايام على الاقل، ولكن كما قلتي العام الجاي ان شاء الله طيب دون شك ان المهرجان غادي يعرف اوراش، غادي يعرف ندوات، غادي يعرف بعض العروض، المعارض الثقافيه دون شك. دائما في جميع الدورات السابقه هناك معارض لصور الرواد، هناك ندوات، هناك انشطه تنفتحوا على المدارس التربويه التعليميه. دائما المهرجان هذا من الاهداف ديالو المسطره دائما. إذا آخر كلمة بهذه المناسبة. بنشكر بطبيعة الحال المنبر الإعلامي ديالكم، وتنبغي نشكر الشركاء ديالنا على رأسهم وزارة الثقافة، الجماعي، جمعية الأطلس الكبير، وأعضاء بطبيعة الحال أعضاء الجمعية، وجميع الفنانين المشاركين في هذه الدورة هذه. إذا بدونا نشكروك، وطبعا مجلة نادي الصحافة ستواكب هذه الدورة 12 في الحال اللي غادي نعرفوا الخفايا الجميلة ديال المهرجان ديال الدقة المراكشية. هذا هو المولد الثقافي الحضاري اللي تيشكل واحد البعد دلالي ورمزي وعنده دلالة كبيرة، وأنه الصراحة السيد المدير العام من المهرجان سينفتحوا إن شاء الله في السنة المقبلة على تيارات فكرية حضارية على مستوى العالم العربي، ولما لا على المستوى الأوروبي. إذا إلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.